بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم أخي محمد صالح، استقر في أذهان كثير من الناس أن العطلة جعلت للراحة بإسراف، الراحة المطلقة، فلا يمكن أن يتبادر إلى أذهان هؤلاء استثمار العطلة فيما يجدي وفيما ينفع. يجب أن نعلم علم اليقين بأن الوقت هو الحياة. أعمارنا في الحقيقة تتشكل من تلك الأوقات. لذلك قال الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. إنما أنت أيام، يعني أعمارنا تتشكل من تلك الأيام، فإذا ذهب يومنا ذهب جزء من عمرنا. وهذا الوقت يمتاز بعدة خصائص ومميزات. الميزة الأولى أن الوقت لا يمكن تخزينه. يمكن تخزين الممتلكات، ويمكن تخزين الحبوب الجافة، ويمكن تخزين الماء وتخزين. أما الزمن لا يمكن تخزينه. ما عندناش بانكا واحد يدير فيها 20 ساعة، كي يحتاجها يرجع لها. الأموال تخزن وتحفظ في حفظها وفي حرزها كما يقول الفقهاء، ولكن الزمن من خصائصه البارزة أنه لا يمكن تخزينه. الخاصية الثانية أن الزمن إذا ذهب لن يعود، يعني تعود الأسماء ولكن الأوقات لا تعود. نقول الجمعة، السبت، الحد، الاثنين، وهكذا، هذه تعود، والشهور تعود، والأعوام، ولكن الأيام أو الزمن لا يعود. إذا ذهب لن يعود إلى يوم القيامة. والخاصية الثالثة أن الوقت لا يباع ولا يشترى. واسمح لي أخي محمد صالح، كان الوقت يتباع، كاين بزاف اللي يحب يبيع وقته يبيع عمره. كان يقدر يقول لك نبيع لك 20 سنة نبيعها لك. ونجد أيضا الحريصين على الزمن والذين يعرفون قيمته أيضا هم مستعدون تماما الاستعداد لشرائه. فالزمن من خصائصه لا يباع ولا يشترى. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لذلك من التوجيهات التي نقدمها في هذا الباب، ونترك الباقي لفضيلة الشيخ محمد الشيخ. التوجيه الأول: صحيح اللي يخدم طول العام يحتاج إلى هذا الزمن تاع العطلة باش يرتاح، ولكن يرتاح ليعمل. وما يلزمش تكون الراحة هي الهدف. بين قوسين روي أن الإمام أحمد سئل: متى الراحة يا إمام؟ فكان جوابه صريحا: عند أول قدم نضعها في الجنة. يعني الراحة الحقيقية ما كانش في الدنيا. ممكن واحد كما يقول واحد طلبالة ولا في الدلفاس، يعني واحد راه من الخدمة. وحتى كما يقول الفلاح نتاع الزمان: تغيير العمل في حد ذاته راحة. هذه فلسفة عميقة جدا، ولكنها عميقة ومهمة جدا. واحد كي يغير الخدمة هذا في حد ذاته راحة. إذن باش واحد يعني يكون عنده راحة في هذه العطلة أمر مشروع وأمر مطلوب لتجديد الطاقة وإعطاء النفس الجديد للإنسان، لنفسه وقلبه وروحه، ليشرع في العمل بعد ذلك إن شاء الله بقوة وكد ونشاط. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يحاول يقضي أعمال كثيرة. صلة الأرحام، يعني ممكن الإنسان خاصة اللي عنده أرحام بعيدة خلال السنة اللي يقرأ واللي يخدم ما يقدرش يعني يصل أرحامه كثيرا، يستثمر هذه العطلة في صلة الأرحام، في زيارة أقاربه البعيدين. هذه مسألة في غاية الأهمية. الأمر الثالث: استثمار العطلة أيضا في اكتساب بعض المهارات والطاقات الجديدة والمهارات الجديدة. ممكن أثناء العمل ما يقدر، يعني ما عندوش وقت باش يكتسب مهارات جديدة، ولكن هذه الفرصة الذهبية يعني سانحة لاكتساب هذه المهارات في هذه العطل. كذلك المطالعات والثقافات. يعني الإنسان ممكن طالب يقرأ دروسه والمبرمجة الرسمية التي يطالب بها في الامتحانات خلال الدراسة، ولكن في العطلة يستثمرها في توسيع مداركه، في توسيع ثقافته، يقرأ ويطالع ويتبع الأحداث وهكذا. وطبعا القراءة مش فقط للطلبة ولكن أيضا للكبار والصغار، للرجال والنساء. هذه أهم التوجيهات التي نقولها ونحن نستقبل هذه العطلة الصيفية.